هل تعرف ان في حاجة قد كده ممكن تمشيك من روسيا خالص؟ ومش كده وبس، ده ممكن تكسر لك الفيزا بتاعتك 5 سنين ما تعرفش ترجع فيها روسيا. لو انت طالب، لو انت حد بيشتغل، لو انت اي حاجة هنا، فديت بالنسبة لك مشكلة كبيرة جدا وطبعا مصيرك. طب هي ايه الحاجة ديت وازاي الحاجة دي هتفرق معانا لو احنا في روسيا؟ الحاجة هي الإقامة. الإقامة باختصار المكان اللي انت عايش فيه، يعني قصدك المكان اللي انا مأجره شقة، هوستل، مش عارف ايه كلام من ده ولا ايه؟ هو بص، مش بالظبط المكان اللي انت عايش فيه، بس المكان اللي انت عايش فيه. طب انا كده اتلخبطت، ايه الفكرة؟ يعني بصوا يا جماعة، باختصار انا نقلت في شقة، فالمكان اللي انا عايش فيه الشقة، فصاحب الشقة هيعمل لي إقامة ان انا عايش في الشقة، يعني حاجة بإثبات في الدولة ان انا عايش في المكان الفلاني، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة ولا بتاع يعرفوا يجيبوك. برضو لما بننقل من مدينة لمدينة ونروح مثلا ننزل على هوستل، فندق، إلخ يعني،